وزي ما اتعودنا نرجع تاني ونعمل شوربة البسلة. برضو معلقة الزيت، معلقة الزبدة، فص المستكة، وهبتدي انزل بالبصل، هديله تقليبتين 3 لحد ما يدبل معايا. انا النهاردة عملتها بالبسلة الفروزن، كان عندي شوية بسلة فروزن فطلعتهم وهعمل بيهم طبق الشوربة. انا بدبل البصل وهنزل عليه بالبسلة بتاعتي، برضو هفضل اشوح فيها شوية. هضيف الملح وهضيف خلطة الفلفل الاسمر اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، وهضيف لها النهاردة هضيف مع البسلة زعتر. ضفنا مع شوربة الطماطم ريحان، انا ضفت مع البسلة زعتر، وممكن برضو تستبدلوا الزعتر بالريحان، مفيش مشكلة خالص. هنشوحها، بعد كده هنحط او هنضيف عليها المرقة او المية، وهسيبها طبعا لما تستوي كويس قوي. هي طبعا الفروزن ما بتاخدش وقت في السوا زي البسلة الفريش. هسيبها تستوي كويس جدا، وبعد كده برضو هضربها بالبلندر او في الخلاط. انا كده عملت لكم 4 انواع من الشرب. احنا داخلين على الشهر الكريم ان شاء الله، ورمضان السنة دي بإذن الله كل سنة وانتم طيبين. هيبقى برد شوية، فجميع انواع الشرب دي هتبقى مناسبة معاكم. يلا جربوها، وصحتين وهنا.